ايه هي اهم العناصر اللي بتكون منها الجهاز؟ اول حاجه زي ما انتم شايفين هي الريبوزيتوري او المستودع، وده المكان اللي بيكون موجود فيه الكود بتاعك. بتقدر تعمل اكتر من ريبوزيتوري، بتحط فيه اكتر من بروجكت، في كل واحد بتحط فيه بروجكت معين او كود معين بيحل مشكله معينه. الريبوزيتوري ده بيتكون من مجموعه من البرانشز او الفروع. كل برانش بيكون فيه نسخه من الكود بتاعك، وكل نسخة ممكن تكون مختلفة عن التانية أو تكون شبهها، ولكن الأصل في الموضوع إنها كل نسخة منهم بتمثل إما فيتشر مختلفة، إما باج فيكسينج، إما ريليز معينة، وكل واحدة فيهم ممكن تكون موجودة على environment مختلفة. تالت حاجة وهي الكوميتس، والكوميتس هي سنابت اوف كود، هي لقطات من الكود انت بتحطها جوه البرانش. يعني مثلا كل لما تحل حاجة او كل لما تعمل فيكس او كل لما تعمل ميثود معينة او فانكشن معينة بتعمل لها كوميت عشان تتخزن في البرانش as a snippet of code، تقدر ترجع لها في اي وقت او تقدر تريتريفها او تقدر تشيلها او تضيف عليها. وبعد كده الكوميت دي بتعمل لها بوش جوه البرانش، وبعد كده البرانش ده تقدر ان انت تعمل له ميرج مع اي برانش تاني او تقدر ان انت تعمل له ديبلويمنت على الانفايرمنت بتاعتك، وكل ده بيكون موجود جوه الريبوزيتوري الواحد او المستودع الواحد.